بعدها ورابع خطوة، ودي خطوة مهمة جدا، ان انا بكتبه كتير او بحكي عنه كتير. لو موقف فضلت تتكلم عنه كتير، بعد شويه مبقتش بتحكيه لا بنفس الحماسه ولا بنفس الاحساس ولا حتى بنفس الكلام. فانت لما بتكتبه كتير بنقول ان احنا في اللحظه دي فككناه، يعني ما بقاش واخد الوحده الكامله بتاعته، فبالتالي مش واخد نفس القوه. فما بكتبه كتير ببدا انا فرغته وانفصلت عنه، وكمان بدات افككه، فبقى يعني بقيت منفصل عنه، بقيت شايفه مش بنفس الحجم. في اللحظة دي الحالة الشعورية اللي ناتجة من منطقة المشاعر ومسيطرة عليا وقافلة عقلي، بالعكس أنا شغلت في اللحظة دي منطقة الجبهة أو منطقة الإدراك، وبدأت أقيم بقى الموقف، قدرت أخش يعني انا كنت خايف اكتر من اللازم، طب ما حصل كذا وربنا عداها على خير. والله انا كنت غضبان وشايط عشان فهمت المعنى الفلاني، غالبا المعنى مش كده. ايه ده انا مزودها قوي شكلي بقى وحش. بتبدا تشغل المنطق في اللحظه دي، لانك خلاص انت فككت الموضوع.